للمشاركة في القناة اضغط على زر الاشتراك ثم على الجرس لتتوصل بكل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط على الإعجاب وشكرا. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات النجوم. اليوم إن شاء الله كيف كتشوفوا معنا نحضروا الكيكة ديال الجزر باللوز وبالكريمة ديال البرتقال اللي كتجي رائعة وبطريقة اللي هي سهلة وبسيطة. كنتمنى تعجبكم الحلقة اليوم، والآن خليكم مع طريقة التحضير. اول حاجه بالنسبه للطريقه والمقادير، هنايا نحضروا الكيك. عندي هنا 200 غرام ديال السكر سنيده، وهنايا عندي 3 ديال البيضات، دابا نطربهم مزيان. هنا من بعد ما خدمت السكر مع البيض مزيان، دابا كنضيف العصير ديال البرتقال. عندي هنا نص كاس ديال العنبه، وعندي هنايا 80 غرام ديال بودره اللوز، يعني اللوز عادي طحنته بالقشره ديالو. عندي هنا 80 غرام، ودابا نرجع نخلط كلشي مزيان. ودابا من بعد ما خلطت كلشي مزيان كنضيف هنايا راس معلقه صغيره ديال القرفه. كيف كنعرفوا فالقرفه كتجي مع المذاق ديال الجزر مع المذاق ديال البرتقال. وهنايا عندي 250 غرام ديال الجزر من بعد ما نقيته حكيته هدايا رقيق، حتى هو نضيفو على الخليط. ودابا كنخلط كلشي مزيان. هنا من بعد ما خلطت كلشي مزيان، دابا كنضيف عندي هنايا واحد الخميره د الحلوى 8 غرام، وهنايا عندي الدقيق الابيض، عندي هنايا 230 غرام. ودابا نخلط كلشي. هنايا من بعد ما خلطت كلشي مزيان كيجي الخليط ديال الكيك على هذا الشكل هذا. هنايا انا كنحتاج هذا القالب هذا ديال المول العجيب كبير. هنايا من بعد ما دهنته بالزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق، دابا نخوي الخليط ديال الكيك. من بعد ما ساليت مباشره كندخل الكيك ديالي الفران حتى كيطيب مزيان وكيتحمر، من بعد كنخرج. انا من بعد ما طابت الكيكه كنخليوها حتى كتبرد، من بعد كنقلبوها في الطوبسيل ديال التقديم. ودابا غنخليوها وغنحضروا الكريمه ديالنا. هنا بالنسبه للكريمه كنحتاج هنايا نص لتر ديال عصير البرتقال او 500 مليلتر ديال عصير البرتقال. من بعد ما كنعصرو كنصفيه. عندي هنايا 3 معالق كبار ديال السكر سنيده، وهنايا عندي 3 معالق كبار ديال المايزينا. دابا كنخلط كلشي مزيان. من بعد ما خلطت كلشي مزيان
كنعملوهم فوق البوطه وكنبداو نحركو حتى كنشوف بان الكريمه بدات كتعقد. من بعد كنحيدو. بالنسبه للتحريك يعني ما كنوقفش التحريك باش الكريمه ديالي ما كتلصقش او ما كتحرقش في الطنجره. هنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما بدات كتعقد معايا الكريمه ديال الليتشين او البرتقال، دابا كنضيف عليها هنايا ملعقه كبيره ديال الزبده وكنحركو مزيان حتى كتذوب ديك الزبده باش كتجينا كريمه كتجينا رطبه وكتجينا معلكه. انا من بعد ما خلطت كلشي مزيان دابا كناخذ الكيك وكنخوي عليه الكريمه. كندخل الكيك للثلاجه كنخليها حتى كتبرد الكريمه مزيان، من بعد كنزينوها. هنايا من بعد ما بردت الكريمه مزيان يعني عقدت الكريمه مزيان، هنا بالنسبه للتزيين فدائما كيبقى الاختيار ديالكم. انا هنايا بالنسبه ليا فعملت العقده ديال اللوز، خديتها وعملت لها على هذا الشكل هذا، يعني عملت على شكل حلوه صغارين على شكل الجزر وهنزين بهم. يمكن لكم يعني تخليوها هيدا عاديه، يمكن لكم تعملوا القشر ديال البرتقال معسلين وكتزينوا بهم، فدائما كيبقى الاختيار ديالكم بالنسبه للتزيين. انا هنايا نزينهم على هذا الشكل هذا. وهنايا من بعد ما ساليت كنقدم الكيك ديالي على هذا الشكل هذا، وكيف شفتوا معايا فهي الطريقه سهله وكتجي الكيكه كتجي رائعه في المذاق ديالها مع البرتقال مع الجزر واللوز، يعني كتجي واحد الكيكه يعني راقيه بزاف. يمكننا نقدموها في اي مناسبه صراحه كتجي لذيذه بزاف، ويمكنكم ايضا تستعملوها حتى في ليمون الصغار حتى هما كيجيو مزيونين. كنتمنى تجربوها، كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه اليوم، وما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديوهات ديالنا مع الاصدقاء ديالكم. والان خليكم على خير. للمشاركة في القناة اضغط على زر الاشتراك ثم على الجرس لتتوصل بكل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط على الإعجاب، وشكرا.